عايز اقول كلمتين يا جماعه في موضوع ريبيرو مدرب الاهلي. ريبيرو مدرب كويس وله فكر ودماغه حلوه في الكوره، لكن ريبيرو مدربين اللي عايز وقت كبير علشان يقدر يطبق اللي في دماغه من فكر ولعب على ارض الملعب، وعايز صبر عليه. للاسف احنا في الاهلي مش هنقدر نصبر على مدرب فتره كبيره بنتائج سيئه او بمستوى سيء. احنا كاهلاويه ما عندناش رفاهيه الصبر على الخساره او فقد البطولات. الجمهور ما عندوش مشكلة ان الفريق يخسر او يتعادل عادي، ما هي كل الفرق بتخسر، لكن مش فوق ده كمان انك تبقى عندك كتيبة لاعبين ميجا ستار وتفقد نقاط وكمان تلعب بمستوى زي الزفت كده. الاهلي مش متعود ياخد قرارات سريعة في الحكم على المدرب وبيديله فرصة، بس بيجي وقت لا احنا مش هينفع نصبر، احنا مش حقل تجارب. الاهلي مش بيجيب لاعب صغير وبيصبر عليه، ما هو ما فيش وقت في معجنة البطولات دي، انت عايز لعيبة جاهزة تركب في الترس عشان الموتور يفضل شغال. نفس القصة المدرب برضه. هقول لك حاجة هتستغربها دي، بس دي قناعات والمستقبل لا يعلمه الا الله. استمرار كولر مع الاهلي كان هيخسرنا الدوري بنسبه 90%، لكن كان هيعمل لك مباريات عالميه في كاس العالم للانديه. بس انت لقيت نفسك تحت ضغط، لازم تاخد قرار سريع علشان في بطوله بتضيع منك وفي كذا بطوله راحت منك برضه. وقتها كان التغيير هو الحل، نكسب الدوري ونضحي بكاس العالم للانديه. من الاخر ريبيرو كويس، بس احنا ما عندناش خلق اصلا علشان نشوف الاهلي في الوضع ده بالسكواد ده.